صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. ايه هي انواع الشركات اللي موجودة في الحياة؟ كلمة انواع الشركات، في تصنيفات كتيرة لانواع الشركات. يعني بصنف على حجم البيزنس اللي بتعمله الشركة دي، او هي بتشتغل في فلوس قد ايه، او حجم اعمالها قد ايه، بتقدر تبيع بقد ايه. في تصنيفة بيطلق عليها تصنيفة الفلوس، التصنيفة دي انت حجمك قد ايه، فبتصنف لشركات كبيرة، شركات وسط، شركات صغيرة، شركات متناهية الصغر. غالبا التصنيفة دي اللي بتتكلم في تصنيفة الفلوس، بتتكلم انت حجمك قد ايه، بتاخد قد ايه من حجم العمل في السوق، الماركت شير بتاعتك. في نفس الوقت لما بتيجي جهات تتعامل معاك عايزة تعرف انت حجم اعمالك كبير ولا صغير، فهو مؤشر بتبص له جهات مختلفة. حتى البنوك لما بتروح تتعامل معاها بتبتدي تبص انت تصنف ايه، كبير ولا صغير ولا وسط. طيب يعني انا ممكن البنك بيتصنف لي التصنيف دوا، ممكن اروح اتعامل مع عميل يصنفني برضو التصنيف دوا، اروح اتعامل مع مورد يصنفني برضو التصنيف دوا. فبالتالي ما كانش فيه هذا المؤشر رقم واضح قوي تقدر تقول لي لما اجيب كام ابقى كبير، لما اجيب كام ابقى وسط، لما اجيب كام ابقى صغير، لما اجيب كام ابقى منتهي الصغر، يعني اللي هم بيسموه المايكرو صغير قوي. والصغير بيطلقوا عليه الاس ام ايز، والوسط بيقولوا عليه الميديوم، والكبير بيقولوا عليه لارج. عشان كده بالرقم ده بيختلف من مكان لمكان بيبص لك عليه. في نفس الوقت برضو زي مثلا في مصر لما حصلت الظروف الاقتصادية بتاعت الدي ايفالويشن، طب هو لو انت بتشتغل بمليون، هل انت كده كبير ولا صغير ولا وسط؟ طب رقم مليون ده كان وانا بقول في سنة 2010، طب وانا بتكلم في مليون دلوقتي واحنا في سنة 2024. عشان كده حتى الرقم ده لو بعض الجهات زي البنوك حطاله كلاسيفيكيشن بشكل واضح، هذا الرقم بيحصل له تغيير لما يتغير قيمة الفلوس، انها تقل او تضعف، بيعيدوا تاني تعريف الشركات بالرقم ده. بس جرى العرف ان اللي بيشتغل في اقل من 50 مليون، في بعض البنوك بيتعاملوا اللي اقل من 100 مليون، فده بطلق عليه شركة صغيرة. بعد كده وصلت انا لرقم اللي انا بتكلم 500 مليون 300 مليون، فانا بتكلم عليك يعتبر وسط. طب اللي بيتكلم فوق المليار، وفي بعض البنوك بتتكلم اكتر من مليار ونص، دي بيطلقوا عليها شركات كبيرة. بغض النظر، تصنيف موجود في الحياة وبيقيس قوة الشركة من ناحية الفلوس. في تصنيف آخر وهو تصنيف انت بتشتغل في ايه. يعني هل انت بتشتغل في انه صناعة او في انه قطاع؟ يعني ايه؟ يعني لو جينا كده بصينا على النشاط الاقتصادي بتاع اي دولة، هنلاقي في حاجة اسمها القطاع الزراعي، هنلاقي ان في حاجة اسمها القطاع الصناعي، هنلاقي ان في حاجة اسمها القطاع الخدمي، هنلاقي كمان ان مؤخرا مع التطور التكنولوجي اللي احنا بقينا فيه بقى في حاجة اسمها القطاع التكنولوجي. فبالتالي انا هنا ببص لك من حيث انت في انه قطاع. هل انت شغال في قطاع الزراعي اللي هو بنتكلم في الزراعة والثروة الحيوانية؟ هل انت شغال في القطاع الصناعي اللي هو بقى مصنع، بغض النظر هو بينتج في ايه، بغض النظر هو بينتج في ايه، انت القطاع الصناعي بتاعك عامل ازاي؟ في نفس الوقت برضو وانا بتكلم في القطاع الخدمي، انت ما بتقدمش منتج، انت بتقدم خدمة، سيرفيس. فالسيرفيس اللي انت بتقدمها دي هي ممكن زي خدمة توصيل، زي خدمة نقل، زي خدمة شحن، زي خدمة تفريغ، زي خدمة تخزين، بس انت بتقدم في الاخر سيرفيس. فجواها برضو قطاعات كتيرة بقوا زي دلوقتي حاليا، وهو القطاع التكنولوجي. لما بدأ يظهر التطور التكنولوجي وبدأ يظهر بشكل كبير، بقت في شركات ده التخصص بتاعها. طب تكنولوجي ايه؟ ايوه انت بتقدم سوفت وير، لا انت بتعمل كمبيوترات، لا انت بتعمل روبوتات، لا ده انت بتصنع حاجات نقدر نتحكم فيها وتفكر. بغض النظر فانت برضو جوه القطاع التكنولوجي. جوه كل قطاع منهم في تصنيفات كتيرة جواه. احنا ناويين ان شاء الله في قناة الحياة هنبتدي ان احنا نمسك كل قطاع منهم، نبتدي نتكلم على الايكو سيستم بتاعه او النظام الاقتصادي بتاعه. القطاع ده جواه بقى ايه القطاعات اللي متقسمة
جواه، وهنبتدي نمسك كل قطاع. وهنعمل حاجة مهمة كمان، بما اننا بنشجع في مصر والصناعة في مصر، ان احنا في كل منهم صب كاتيجوري منهم او تصنيف فرعي منه هنتكلم على شركة ناجحة فيه، ان احنا نقول ان في الحتة دي في نجاح لشركة مصرية، ان في الحتة دي في نجاح لشركة مصرية. في نفس الوقت كمان هنعمل حاجة حلوة قوي، ان احنا هنبتدي نقول ان طبقا للوقت اللي احنا بنتكلم فيه في السنة اللي احنا بنتكلم فيها، انه جزء في هذا القطاع ما فيهوش ناس كتيرة. ده نقدر نقول فرصة بنسميها حاجة اسمها جرينفيلد. ايه ده؟ هو في حاجة تانية في تصنيف الشركات اسمها جرين؟ قالك تصدق ان في حاجة اسمها جرين وبراون، اخضر وبني. ايه ده؟ انت مش لسه كنتي بتقولي ان في فلوس، ولسه كنا بنقول ان في عندي بالنشاط، طلع ايه الاخضر والبني دوت؟ الكلمة الأخضر والبني يعني أنت شغال في حتة جديدة محدش اشتغل فيها قبل كده، ولا أنت في حتة فيها ناس كتيرة كانت شغالة قبل كده وأنت داخل تشتغل زي ما ناس كتيرة شغالة. فدي برضو هنبتدي ان احنا نتكلم فيها لما نبتدي نتكلم على كل قطاع من القطاعات اللي هنعمل لها تصنيف واضح، وهو بالاندستري او بالصناعة، اللي هو زي ما قلنا القطاع الزراعي، الصناعي، الخدمي، التكنولوجي. هنبتدي نتكلم عليه ونشرحه بتفاصيله بالتصنيفات بتاعته. في نفس الوقت هنيجي كمان في السلسلة دي نقول احنا شفنا ان اكتر جزء فيه هو فين اللي فيه لا في فرصة ان هي تبقى متواجدة لشركات تقدر ان هي تكبر في الجرين فيلد، لان الجرين فيلد هتتواجد فيه في فرصة هتعرف تكسب بسرعة فيه. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.